أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اكسبايرد. المشاكل الصغيرة بقت اكسبايرد. ايه مشكلتك بقى؟ ايوه، ايه المعاناة؟ ايه الموضوع؟ ما احنا عشان نبتدي نجيبك في بودكاست نطلعك في حتة لازم يبقى عندك حاجة مؤثرة. فايه المؤثر اللي في حياتك بقى؟ للأسف ان كله بقى عايز يعاني، سواء من طلاق وعلاقات او نشتكي من قلة الفلوس. طب هل احنا فعلا بنعاني اصلا ولا بقينا نميل ان احنا نحب نعاني؟ يعني بقينا بندور على المعاناة نفسها. نبدأ واحدة واحدة. اول سؤال هنسأله، المشاكل الصغيرة راحت فين؟ المشاكل هي على قد لا ان شاء الله هتتحل دي، وبتتحل فعلا. لو ركزنا للأسف هنلاقي كتير قوي من الناس حوالينا ابتدت تقول جملة ما بقاش في حاجة سهلة. خلينا نبص واحنا قاعدين كده عشان نتأكد هل اللي احنا فيه ده صح ولا غلط. انه في دراسة اتعملت في هارفارد سنة 2023 ل10,000 مشارك. دراسة اثبتت ان اكتر من 68% منهم محسسين ان حياتهم اصعب من زمان، رغم ان هم اصلا ما عندهمش مشاكل حالية في حياتهم. كتاب The Subtle Art of Not Giving a شتيمة عشان مش هنقولها لمارك مينسون وضح ان احنا يمكن بنميل لإحساس المعاناة عشان بنركز على الحاجات البسيطة ونحسس نفسنا انها حاجة كارثية، زي مثلا النت يقطع، المرتب يتأخر مع انك عارف ان انت اساسا كده كده مخصوم منك وكده كده بينزل عادي. هي نفس الفكرة بالظبط، لمجرد احساسنا ان احنا محتاجين نشارك المعاناة العامة فبنركز على الحاجات البسيطة. طيب حب المعاناة ده أصلا بقى جاي منين؟ هنا بقى يخش علم النفس ويفهمنا جاي منين. في دكتورة اسمها برين براون، لو أنا بنطقها صح طبعا، في كتابها وضحت إن الإنسان بيميل للمعاناة وإن يبقى في كوارث بيواجهها في حياته عشان يحس بوجوده. يعني نفس موضوع الدراما كوين بالظبط، بس ده بقى طلع الإنسان بالفطرة أساسا. وكمان في دراسة بتقول إن 74% من الناس اللي بتشتكي مش عايزة حلول أساسا، هم بس عايزين يحسوا ان هم موجودين ومفهومين. يعني عندهم حاجة يقعدوا يحكوها للناس والناس يا حرام احنا نصعب عليهم. ونضيف كمان على كده دراسة تانية في ستانفورد اتعملت 2021 وضحت ان السوشيال ميديا كان ليها اكبر دور في تضخيم الشكاوي. ننزل بوست من هنا، كومنتات من هنا، صعبانيات ونصعب على الناس، دماغنا تفرز دوبامين، نكرر البوست تاني. فيا رب نفضل طول حياتنا بنعاني. طيب انا هتكلم بقى دلوقتي مش بس كدور ان احنا بنحب نعاني، على قد ما تضخيم المشاكل في المطلق ده جاي ليه. دراسة اتعملت في ستانفورد 2021 اثبتت ان اكتر من 60% من الناس بتميل لانها تاخد التعاطف والحب والاهتمام عن طريق تضخيم المشاكل، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو هتبان انها اوفر، المهم تاخد شوية اهتمام. وفي دراسة كمان اتعملت في كامبريدج 2020 صارت ليه السوشيال ميديا زودت احساس ان احنا لازم نعاني، ده عشان تكرار المشاهد السلبية اللي الناس اصلا بتشاركها. تخيل نفسك كده قاعد مثلا في كافيه والناس كلها بتعيط، انت غصب عنك ممكن تعيط حتى لو ما عندكش حاجة تعيط عليها. نفس المبدأ بالظبط. لما بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي كله بيعاني وكله بيشتكي وكله عنده مشاكل، هتحس انك عايز اصلا تخلق لنفسك مشاكلك. ده غير بقى ان حضرتك حتى لو قلت لا 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 انا مش اوفر قوي كده ولو ما عنديش مشكلة انا مش هعيط، على فكرة في دراسة اصلا قالت انك مجرد انك بتسمع لناس بتشتكي تروح حياتك، ده خلى اكتر من 74% من الناس يعملوا فيها ان هم بيعانوا وفعلا يخلقوا مشاكل لنفسهم، لمجرد ان حواليهم ناس بتشتكي كتير. وده يخليني اوصل لحاجة تانية محتاجة ان انا اتفلفس معاكم فيها، ان حتى دلوقتي بقت المعاناة ملهاش نفس الواقع زي زمان. يعني بقت حتى الناس اللي بتعاني بجد احنا مش مدينهم حقهم، عشان بقت كل الناس عاملة فيها بتعاني، فبقاش عارفين مين اللي فعلا عنده مشاكل بجد ومحتاج مساعدتنا او محتاج ان احنا نسبورت معاه، ومين اللي عادي ومجرد مأفور. فقدنا احساس تقييم حتى الشكاوي او تقييم المشاكل اللي حوالينا، فده اساس من الاساسات اللي خلانا نشوف كل المشاكل كبيرة، حتى المشاكل الصغيرة بقت بالنسبة لنا مصايب. طب انا دلوقتي يا ريم لو دخلت خلاص بقى في مود المعاناة، انا دخلت فيه خلاص، انا طالبة معايا عيني دلوقتي واتأثرت بكل اللي فات ده، المفروض مني اعمل ايه؟ عندنا 3 خطوات يعني غالبا سهل تنفيذها، بس هي الفكرة كلها نحن نقتنع ان دي خطوات فعلا عشان نبطل نعيش معاناة مش بتاعتنا. اول حاجة وبجد دي مهمة، ان احنا نقلل شوية السوشيال ميديا. وانا بالنسبة لي بدل ما اقولها بالطريقة دي هقولها لك بطريقة تانية، انك حاول تقلل الحاجات النيجاتيف من على السوشيال ميديا. كل واحد ليه اهتمامات وكل واحد السوشيال ميديا بتاعته مختلفة بسبب اللي بيحاول يدور عليه واللي بيحب يتفرج عليه. حاول دايما تخلي السوشيال ميديا دي السايد اللي بيديك طاقة ايجابي،
لو حاسس ان الايجابيه الاوفر دي بتحسسك ان انت مش كفايه، طب خلاص افكسها، هات حاجات كوميدي. المهم ان انت تحس ان انت بتفصل فعلا دماغك وبتستمتع بتقضيه الوقت عليها، مش انك حاسس ان كله بيعاني واخد نيجاتيف انرجي وعايز تعاني زيهم. تاني حاجه بقى والاهم، التدريب على الامتنان. انا عارفه انه الجمله تحس ان هي حاجه موتيفيشنال جدا وحاجه زي الناس اللي بتصحى بيتها كله مشمس وتقعد تديك نصايح، بس والله العظيم خالص انا يعني بيتي نص مشمس. الفكره كلها ان انا عايزاك تتعود ان انت كل يوم تفتكر 3 حاجات انت بجد ممتن ليهم لليوم ده، او 3 حاجات عندك. يعني نعم، نحاول نفكر نفسنا كده واحده واحده بيها، لان ده شويه هيقلل فكره المعاناه وانك يا حرام هيقلل الاحساس ده شويه. طب انا بقى لو دخلت في المعاناه لدرجه ان انا وصلت لمود الشكوى، ان انا بقيت عايزه اشتكي وعايزه اخد تعاطف الناس، احل ده ازاي؟ اول حاجه، ودي كانت في كتاب اتوميك هابتس لجيمس كلير، انك لو كتبت المشاكل بتاعتك، ده اولا هيحلها اسرع، هيخلي مخك يتعامل معاه بطريقه مختلفه فممكن تعرف تلاقي لها حلول. ثانيا هيبطل يخليك تميل لموضوع الشكوى والصعبانيات وان عايز احكي للناس عشان اصعب عليهم، انت اوريدي كتبت مشاعرك دي وطلعتها، فالطاقه اللي كانت عندك قلت شويه. تاني حاجة بقى تجنب الدراما خالص. يعني انت حاول، انا دلوقتي قابلتني مشكلة وهبتدي افور وعايزة اشتكي وبتاع، اسأل نفسي سؤال كده، اصدم نفسي كده ماشي، علاج بالصدمة، هي المشكلة دي تستاهل؟ يعني اطلع كده برايا وبره المشكلة واشوف الموضوع، هل المشكلة دي تستاهل اصلا ان انا احكيها؟ يعني المشكلة دي فعلا معاناة؟ تالت حاجة بقى والاهم، ان انت تبني علاقات صحية، وده كان في كتاب اسمه ايموشنال اجيليتي، وده بيقول انك محتاج تبني علاقات صحية، لان الواحد لما بيبقى في حياته في علاقة صحية بيتكلم بواقعية اكتر ومش محتاج يمثل من الاخر، يعني مش محتاج ان هو يأفور ويصعب عليهم، هو اوريدي واصل لليفل من الصحيه في العلاقه دي انه عايز يبقى بطبيعته وعايز يتعامل عادي. فلو مشكله تافهه هيقول بصراحه المشكله دي تافهه بس انا قلت احكيها، ولو مشكله كبيره فعلا هيحكيها عشان محتاج سبورت او دعم معين. فالموضوع بيبقى اهدى كتير عن انك تبقى في علاقات عايز تلفت الانتباه فيها، وفي علاقات توكسيك كتيره فتبتدي ان انت تحاول تعاني وتقعد تشتكي. عايزه اقوله في الاخر يا جماعه ان احنا كلنا بنعاني بدرجات مختلفه، وكلنا اكيد عندنا مشاكل. الفكره كلها احنا ازاي شايفين المعاناه دي. وللاسف بسبب كل اللي احنا فيه دلوقتي تحس ان بقى في كومبيتيشن او منافسه على اللي يعاني اكتر، مش عارفه هياخد كيس كلبز ولا هياخد ايه. وحاجه كمان محتاجه بجد ان انا اكد عليها، لان انا عارفه انه على السوشيال ميديا دايما الكومبيتيشن ان انا افضل ملفته وان الناس تفضل عايزه تشوفني وعايزه تسمعني، والمعاناه اسهل بكتير من اي حاجه تانية. يعني انت خلي بالك اللي بيبقى ملفت ده لازم يبقى ناجح في حاجه، لازم يشتغل على نفسه في حاجه، لازم يطور حاجه معينه فالناس تبتدي تلتفت ليه وتبص عليه. لكن لو حد بيصوت ويعيط ويزعق على الفاضي هنبص له، حتى لو احنا مش هنستفاد حاجه، بس احنا هنبص عليه عشان ايه ده يا حرام صعب علينا. فللاسف اغلب الناس دلوقتي بقت بتميل للمعاناه عشان تبقى معروفه، عشان الناس تبص لها، عشان تعرف نفسها. وانت لو بجد حصرت شخصيتك كلها انك عرفت نفسك عند الناس ان انت الشخص اللي بتعاني من كذا، صدقني انت بتحبس نفسك في كورنر مش هتعرف تطلع منه، وبيجار على شخصيتك واختياراتك وحياتك وكل حاجة تانية قدام. ودور الضحية ده مش هيفيدك بأي حاجة. عايزاكم تشاركوني وتقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا افورتوا فيها او حسيتوا ان انتوا مايلين ان انتوا تعانوا رغم ان الموضوع كان ابسط من كده، ولما شفتوه انه ابسط من كده حصل ايه. لان اغلب الوقت يا جماعة لما احنا بنشوف الحاجة اتفه من كده بنبتدي بجد نحلها، او بتخلص لوحدها سبحان الله، او اصلا ما بيبقاش فيه موضوع كبير واحنا لما بطلنا نركز فيها الموضوع خلص. فالمعاناة دي دايما بتشدك لورا، هتخليك مش هتعرف تكمل في حاجة لقدام، ولا حاسس ان انت عندك كل الطاقة لحاجة معينة، عشان انت لسه لازم يبقى في طاقة لشوية معاناة وعياط وافورة. فانت لازم تحوش شوية طاقة من طاقتك، فبدل ما تدي طاقتك كلها سواء لشغل او لعلاقة معينة تنجحها او لاسباب كتير قوي في حياتك الطبيعية، لا انت بتديها لشوية شوية شكوى ومعاناة. ده غير بقى اللي عايزه اقوله لك واصدمك بيه، انه يا جماعه الشخص الشكاء البكاء ده بجد مكروه جدا. سيبك ان هو على السوشيال ميديا بنحب نتفرج عليه ونشوف اللايف بتاعه وهو بيصوت وبيعيط، بس صدقني ما بنحبش نقعد معاه. قررت من موقعي هذا بعد الحلقه الجميله دي ان يا ريت في الكومنتس تشاركونا المشاكل التافهه، مش عشان حاجه والله، عشان انا عايزه افكر الناس ان في مشاكل تافهه عادي، يعني في حاجات تافهه وبتتحل، فالله انها بتتحل، يعني نركز عليها شويه بدل ما احنا مركزين على اي حاجه كبيره واللي ملهاش حل عشان نفضل طول حياتنا عايشين اصلا انا عندي مشكله ما بتتحلش. لا خالص، في مشاكل كتير بتتحل. وانا اول مشكله معايا يا جماعه ان انا مش عارفه اصور من ورا بنتي، بس بحاول وحلتها عادي. هو قعدت في الاوضه وهي بتيجي كل شويه تعدي علينا كده وناخد بريك وزي الفل. قولوا لي ايه المشاكل التافهه اللي انتوا حلتوها عشان نشجع بعض شويه.